الوزراء الهندي ضمن الأسماء الجديدة المذكورة في ملفات الصين. هذا ما نقل. تخيل معايا جزيرة معزولة، طيارة خاصة ملقبة بلوليتا إكسبريس، وأقوى رجال العالم من رؤساء ملوك وعلماء كلهم مجموعين في بلاصة واحدة. هادشي ماشي سيناريو ديال شي فيلم هوليودي، هذه هي الحقيقة المظلمة ديال جيفري أبستين. هاد السيمانة كلشي حابس الأنفاس ديالو بسبب الوثائق اللي خرجات من المحكمة. شكون هما هاد الناس سمياتهم مكتوبة في اللائحة؟ علاش هاد الناس مستعدين باش أنه يبيعوا اللي قدامهم واللي وراهم باش هاد الملفات هادو يغبروا وما يبقاوش؟ قبل ما نهضروا على الفضيحة خصنا نعرفوا شكون هو هاد الشخص هذا اللي هو جيفري أبستين. أبستين ما كانش من الاشخاص الاغنياء، بدا كأستاذ بسيط ديال الرياضيات، وفجأة لقى راسو في عالم البورصة وعالم المال في وول ستريت. كيفاش؟ حتى شي واحد ما عارف، ولكن اللي معروف عليه هو انه قدر يبني شبكة ديال علاقات خيالية، ماشي خيالية زعما يعني الاخر. كان كيعرف كيفاش يتقرب من الناس اللي عندهم سلطة، وقدر يبني لهم واحد الفخ اللي مشقون وسط القصور ديالو والجزيرة الخاصة ديالو. الجزيرة ديالو ما كانتش غير بلاصة ديال العطلة وصافي، كانت مركز العمليات الاستخباراتيه ومركز الابتزاز بلاك ميل. ابستين مساعد الشركه ديالو غيسلين ماكسويل كانوا كيستدرجوا بنات قصيرات، والهدف هو يورطوا الشخصيات النافذه فيديوهات وصور باش يبقاو تحت السيطره ديالهم. هاد السيمانه مع خروج وثائق جديده بدات كتبان تفاصيل على شنو كان كيوقع تماك. الترند ديال هاد السيمانه هادي هو ذا ليست، الوثائق اللي ترفعت عليها السريه في 100 صفحات وذكرت اسماء صدمات الراي العام من رؤساء سابقين بحال بيل كلينتون، العلماء بحال ستيفن هوكينغ، وحتى امراء بحال الامير اندرو. واش كاع هاد الناس هادو مذنبين؟ ماشي بالضروره، ولكن غير الفي ديال ان الاسماء ديالهم كاينه في ديك اللائحه كيطرح 1000 علامه استفهام. ولكن الصدمه الكبيره هنا ماشي هي الوجود ديال الاسماء ديالهم في اللائحه، ولكن الطريقه اللي مات بها جيفري. مات هو مشدد بالحراسه وفي الزنزانه ديالو. واش صفى هاد راسو بصح كما كيقولوا في الاخبار، ولا غير سكتوه باش ما يفضح شي حاجه اللي كبر من هادشي كامل؟ 10 غشت 2019 جيفري أبستين تلقى ميت في الزنزانه ديالو في سجن نيويورك اللي كان كيتعتبر من اشد السجون حراسه في العالم. الروايه الرسميه صفى هاد راسو، ما نقدرش نقول لكم ديك الكلمه في يوتيوب، ولكن بلاتي كيفاش الكاميرات اللي كانوا قدام ديك الزنزانه خسروا بوحدهم؟ وعلاش الحراس اللي كان خصهم يراقبوه كل نص ساعه كلهم داو من الناس؟ حتى الطبيب الشرعي اللي عينات والعائله ديال أبستين قال بلي الكسور اللي كانوا في العنق ديالو كتشبه الخنق اكثر من انه شنق راسو. ودابا السؤال، واش أبستين مات حيت قرر يهضر ولا لا؟ هنا غادي نطلعوا الريتم. بزاف ديال المحققين والصحفيين بحال ادوارد ابل كيقولوا بلي أبستين ما كانش غير بيزنسمان منحرف، كان اصل تجاري اسيس ديال الاجهزه الاستخباراتيه والاتهامات كتشير للموساد الاسرائيلي حتى السي اي. الخطه كانت ذكيه وبسيطه، صور اكبر القاده والسياسيين في مواقف اللي مخله في الجزيره ديالو، واستعمل هاد الصور هادو كتهديد باش يتحكم في القرارات الدوليه. جيفري كان هو المصدر اللي كتجمع الفضايح، وغيسلين ماكسويل بنت الجاسوس البريطاني الشهير روبرت ماكسويل كانت هي العقل المدبر. علاش دابا؟ بسبب ضغط الراي العام القضاء الامريكي بدا كيخرج وثائق ممنوعه. هاد السيمانه كتشوفوا هجوم كبير في السوشيال ميديا، حيت بدات كتبان مراسلات كتشير للابتزاز مباشر لاسماء كتحكم في مصير العالم. كاينين اسماء ذكرات في الوثائق وكتحاول بشتى الطرق تمسح الاثر ديالها من الانترنت، ولكن ديجيتال ارشيف ما كيرحم حتى شي واحد. والسؤال الحقيقي ماشي هو شكون كان في الجزيره، السؤال هو شكون اللي مازال كيحمي هاد الناس من بعد ما مات أبستين. القصه ديال جيفري أبستين هي تذكير بلي كاين واحد العالم اللي موازي مور الكواليس فين القانون كيطبق فقط على الضعفاء، اما النخبه فعندهم القوانين الخاصه ديالهم. أبستين خدم معاه بزاف ديال الاسرار القبر، ولكن الريحه اللي خلى وراه فتحت نظام عالمي مبني على الابتزاز والمصالح القذره. في نظرك واش هاد الوثائق هي بدايه النهايه ديال هاد النخبه هادي، مجرد در رماد في العيون كما كيقولوا باش يسكتوا الشعوب؟ واش كتشيق بلي العداله غادي تاخذ المجرى ديالها؟ وانا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، ما تنساش دير لايك شي ابوني باش الفيديو يقدر يطلع للناس كثر، وبارطاجي الفيديو مع صاحبك اللي عزيز عليه الغموض. وهذا مكان تلقاو فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.